فاكرين لما حكيت لكم في الجزء الأول عن إبراهيم تراف؟ الولد اللي بدأ حلمه بسيط بس انتهى طريقه وهو واقف قدام باب من أبواب الجحيم. فاكرين الصرخات اللي محدش نسيها؟ الدم اللي سال والليل اللي شهد على تبشع اللحظات؟ اللي سمعناه في الجزء الأول كان مجرد البداية، لكن اللي جاي أعمق وأرعب وأكتر غموض. إيه اللي خلى إبراهيم يوصل للنقطة دي؟ هل كان ضحية لقوة شريرة أكبر منه؟ ولا كان كل حاجة متخطط لها من الأول بخطوات مرسومة من قوة الظلام؟ في الجزء الثاني هنغوص أكتر جوه السر، هنشوف الجانب المظلم اللي ما اتكشفش، وهنسمع أصوات الرعب اللي بتتردد لحد النهاردة. خليكوا معايا، بس افتكروا دايما في عالم السحر والجن اللي باين قدام عينيك عمره ما بيكون هو الحقيقة الكاملة. من الليلة المشؤومة دي بدأ الصراع بين ماتيلدا وإبراهيم يكبر يوم ورا يوم. هي كانت بتحاول بكل الطرق توقفه عن الطريق المظلم اللي اختاره، وهو كان بيغوص أعمق وأعمق في هوية الشر. كل ليلة كانت نفس المعركة بتتكرر. إبراهيم يدخل أوضته عشان يمارس طقوسه الشيطانية، وماتيلدا تيجي تصرخ وتعيط وتتوسل له يبطل. كانت بتشيل كتبه الملعونة وتطفي شموعه وتفتح الشبابيك عشان تطرد ريحة البخور الكريهة. كانت تصرخ: يا ابني، ده مش انت، إبراهيم الطيب الخجول اللي حبيناه، فين؟ عملت فيك ايه الشيطانة اللعينة دي؟ ودموعها كانت بتنزل زي مطر حزين على وشها. لكن إبراهيم قلبه اتحجر وروحه اتلوثت بالشر، ما بقاش سامع كلامها غير كعقبات في طريقه للثروة المزعومة. بدأ يبصلها بنظرات مليانة حقد وكراهية، كأنها عدوة ليه، مش الأم الحنونة اللي ربته واعتنت بيه. وفي يوم من الأيام المشؤومة حصلت الوقعة اللي كانت القشة اللي كسرت ظهر البعير. مارسيل كان في الشغل وماتيلدا كانت بتحضر الغدا. طلبت من إبراهيم يراقب الأكل على النار وهي هتروح عند الجيران لدقايق. قالت له بلطف: يا ابني بالله عليك راقب الأكل، ولما يستوي طفي النار عليه، هرجع بعد شوية. وافق إبراهيم بلا مبالاة، ولما خرجت من البيت نسي الأكل خالص وركض لأوضته الملعونة عشان يمارس طقوسه الشيطانية. كان غرقان في قراءة الطلاسم والتواصل مع الشياطين، نسي كل حاجة من حواليه. ماتيلدا اتأخرت عند الجيران أكتر من المتوقع، ولما رجعت لقيت المطبخ كله دخان أسود والأكل محروق بالكامل، وريحة حرقه ملت البيت والأواني باظت من النار. انفجرت ماتيلدا بغضب ما شافهاش حد قبل كده، اندفعت لأوضة إبراهيم زي العاصفة المدمرة وفتحت الباب بقوة، خلت إبراهيم يصطدم بالحيط بصوت يزلزل البيت. صرخت بصوت عالي: انت ايه؟ انت مجنون وكمان ملعون، سايب الأكل بيحترق وانت هنا بتقرأ طلاسم الشيطان؟ كفاية بقى، كل شيء انتهى خلاص. في اللحظة المصيرية دي وقفت ماتيلدا قدام إبراهيم وعينيها مولعة بنيران غضب وألم ويأس. كانت لحظة فاصلة في مصير الكل، لحظة كان ممكن تنقذهم لو إبراهيم سمع كلامها. اسمع يا إبراهيم، ده إنذار الأخير، قالت وهي صوتها بيرتعش من شدة الانفعال. لو شفتك مرة تانية بتعمل السحر الملعون ده في بيتي هطردك بره على طول. مش هسمح لك تجيب الشياطين في بيت كان دايما طاهر ومليان حب وسلام. دموعها كانت بتنزل وبتقول: أنا بحبك يا ابني كأني أمك، وبخاف عليك أكتر ما بخاف على مارسيل نفسه.
لكن مش هفضل واقفة اتفرج عليك بتدمر نفسك وتدمرنا كلنا معاك. اختار دلوقتي، يا تتوب وترجع لرشدك، يا تطلع من البيت وما ترجعش تاني. دي كانت آخر فرصة للخلاص، آخر فرصة يرجع عن طريق الشر والهلاك. لكن إبراهيم اللي قلبه اتأسى وبقى حجر أسود ما اهتمش بكلامها، بصلها بنظرة ساقعة خالية من أي إحساس إنساني، وقال ببرود يخوف: اعملي اللي تحبيه، أنا مش هبطل. بعد التحذير ده إبراهيم ما كملش في طقوسه بس، لكنه زاد عنادا وإصرارا. وفي ليلة من الليالي مارسيل كان في الشغل وماتيلدا نايمة. قعد إبراهيم في أوضته الملعونة كعادته، ولع البخور لحد ما دخان تخين ملا الأوضة، ونور الشموع السوداء اللي جابها من عند الساحرة، وابتدى يقرأ طلاسم أعقد وأظلم من أي حاجة أراها قبل كده. الكلمات كانت بتطلع من بقه كأنها أفاعي سامة، والهوا جوه الأوضة بقى تقيل وخانق كأنه نفس الموتى. وفجأة حصل اللي ما حصلش قبل كده. الأرض تحت رجله بدأت ترتعش، والحيطان بتنق وتتشقق، والهوا بيتموج زي مية مضطربة. اتكونت دوامة دخان سودة في نص الأوضة، ومن جوه الدوامة طلعت أصوات مرعبة كأنها أنين من جحيم. ومن وسط الدوامة دي طلع شكل ضخم ومهيب كأنه كابوس اتجسد قدامه. مش جن صغير ولا شيطان عادي، ده كان واحد من ملوك الجن الكبار، واحد من أمراء الظلام اللي بتحكم عوالم الشر. الملك الشيطاني بص لإبراهيم بعينين مولعتين بنار جهنم، ونطق بصوت عميق بيهتز له كيان الإنسان: يا أيها الطامع، وصلت أخيرا للمرحلة الأخيرة. اثبت إنك مستعد تضحي بكل حاجة عشان تجيب الكنز. قلب إبراهيم وقف دقيقة وبعدين رج تاني بقوة مضاعفة. ده اللي كان بيستناه، أخيرا الكنز. عايز أعمل إيه؟ سأل بصوت فيه خوف وترقب. الملك الشيطاني ابتسم ابتسامة مرعبة وكشر عن أنيابه الحادة زي السيوف وقال: دلوقتي يا إبراهيم جه وقت القربان الأعظم. لازم تقتل إنسان بريء وتجمع دمه في كوباية مقدسة. ده القربان اللي احنا طالبينه منك، وبعدها هنوصلك للكنز فورا. إبراهيم اتصدم من الطلب المروع ده. قتل إنسان، سفك دم بريء، ده شيء ما خطرش على باله مهما اتدنس في طريق الشر. لا، مش قادر، ده مستحيل، ما اقدرش اقتل حد، قال وهو بيرتعش صوته. الملك الشيطاني اتجنن من الغيظ وانتشرت ريحة الكبريت المحروق حواليهم. يعني انت جبان كده، ما تستاهلش الكنز، هتفضل فقير وبائس للأبد. وبالكلام ده اختفى الملك الشيطاني وساب وراه صمت مرعب مقشعر. قعد إبراهيم في أوضته المظلمة بعد ما اختفى الملك الشيطاني، وقلبه بيتقطع بين الطمع اللي بيحرق جواه وبنفس الوقت بقايا ضميره الإنساني. كان بيهمس لنفسه بصوت واطي كالمجنون: قتل واحد، سفك دم بريء، لا ده مستحيل، أنا مش هقدر أعمل كده، أنا اتجننت، إزاي فكرت في الكلام ده أصلاً؟ ماسك راسه بإيديه وبيهزها جامد كأنه بيحاول يرمي الأفكار الشيطانية منها، بس بنفس الوقت صورة الكنز ما سابتوش. كل السنين اللي ضحى فيها، كل الليالي المرعبة، كل الطقوس هتروح كده عشان مبدأ أخلاقي؟ لا، مش هينفع، هبطل، هحرق الكتب الملعونة دي وارجع زي أي بني آدم تاني، كفاية لعب بالنار، قالها لنفسه بعزم وهو بيحاول يقنع روحه إن ده القرار الصح. وهو غرقان في الصراع الداخلي المرعب ده، سمع صوت خطوات جاية ناحية باب أوضته. نسي إنه ما طفاش البخور ولا خبى آثار الطقوس، ريحة البخور الكريهة مالية البيت كله. الباب اتفتح بعنف وماتيلدا دخلت ووشها عليه تعبير ما شافوش إبراهيم قبل كده. ما بقاش غضب أو صراخ، كان في حاجة أخوف بكتير، خيبة أمل مميتة ويأس كامل. يبقى أنت ما صدقتش كلامي؟ قالت بصوت هادي أهدى من أي عاصفة. مع إني نبهتك آخر مرة، رجعت تمل البيت بريحة الشيطان تاني؟ حاول إبراهيم يتحجج: يا أمي ده مش هيحصل تاني، أنا قررت أبطل. قطعتها ماتيلدا بحركة إيد وعينيها مليانة حزن عميق:
لا يا إبراهيم، خلاص كده خلص. اديتك فرص كتير ونبهتك مرار، لكن انت اخترت الشيطان بدل العيلة اللي حبتك. وقفت لحظة وبعدين قالت بحزم: مفيش رجعة. لم حاجتك دلوقتي، عايزك تطلع من البيت وما ترجعش تاني. مش هسمح لك تدمر اللي فاضل من سلام هنا. وهنا انهار إبراهيم تماما، بكى بكاء مر شديد وابتدى يتوسل: يا أماه بالله عليكي ما تطردنيش، انت كل اللي فاضل ليا في الدنيا، أنا بوعدك هبطل فعلا. لكن ماتيلدا كانت وصلت لحد اللا عودة. لا يا إبراهيم، الوقت فات خلاص، اخرج دلوقتي وما تخلينيش استدعي البوليس عشان يطلعك بره. وإبراهيم في نص الأوضة وبيرتعش من غضب وألم وإهانة متراكمة من سنين. البيت اللي كان ملاذ ليه، الست اللي احتضنته كأم، واللحظات البسيطة اللي خلت له طعم الحياة، كل ده بقى قدام عينه ولا حاجة. كلمة واحدة بس غيرت كل حاجة: اخرج وما ترجعش هنا تاني. حس إن الأرض انسحبت من تحته، الدموع كانت على خده، لكن وراها حاجة تانية بدأت تولع، نار سودة ساكنة جواه. مش بس ألم الفقدان، لأ، لكن كان إحساس بالخيانة، بشعور إن كل ده كان وهم وخلاص. والصوت الضعيف اللي كان جوه قلبه بيحاول يهديه، يقوله: ارجع، اعتذر، انت اللي غلطان. لكنه ما سمعش الكلام ده كويس، لأن كان فيه همسات تانية أعلى وأقوى. الهمسات دي ما جاتش من الهوا، كانت من جوه صدره، كلام مدفون من سنين عن الظلم والإهانة. انت اللي ضحيت، انت اللي احترمتها، واهي في الآخر طردتك. الكلمات دي رجعت له كل الذكريات المرة والمهانات، وخلت الغضب يكبر جواه لحد ما بقى شخص تاني، شخص مختلف تماما. ومن وسط الزحمة دي جات له فكرة شيطانية مخيفة دخلت دماغه كأنها إبرة: ليه ما تكونش هي القربان؟ اقتلها واجمع دمها في كوباية وكمل الطقس، وبكده الملك هيوديك للكنز. إبراهيم اتردد في أول لحظة، قلبه حن، عقله قاوم. مش ممكن، أنا مش هقدر أقتل ست، قال لنفسه وهو بيحاول يرجع للإنسان اللي كان عليه. لكن الأصوات جت تاني وإعادة ترتيب الأفكار لحد ما الخوف اتحول لطاقة غضب كبيرة. النظرة بتاعته اتبدلت، ماتيلدا ما بقتش أم حنونة في عينه، رجعت عقبة في طريقه، عن حد وقف قدام سعادته وطموحه. وفي اللحظة دي بالذات انطفأ جزء كبير من إبراهيم اللي رجع وحش بارد ومن غير خوف من عقاب. الغضب خلاه يختار، واختياره كان إنه يمضي في الطريق اللي هيدمر كل حاجة حواليه. وخرجت ماتيلدا من الأوضة سايبة إبراهيم يجمع هدومه، فاكرة إنه هيسمع كلامها وهيخرج من البيت في هدوء. ما كانتش عارفة إن الشيطان كان خلاص سيطر على قلبه، وإن في دماغه مخطط جريمة عمرها ما تخطر على بال بشر. إبراهيم وقف في نص الأوضة شوية، عينيه زايغة وأفكاره متلخبطة بين صور دم ووعود كنوز. قلبه كان بيدق جامد، مش خوف ولا ندم، لكن نشوة سودة بتقوده لقدام. خرج من أوضته ماشي على أطراف صوابعه زي الشبح، راح على المطبخ وبدأ يفتح الأدراج واحد ورا التاني لحد ما لقى اللي بيدور عليه: سكينة كبيرة حامية وبتلمع تحت ضوء الليل اللي داخل من الشباك. مسكها بإيده وحس المعدن البارد بيبعت له رسالة غريبة، كأنه بيديله تصريح بالقتل. إيده كانت بترتعش، مش رعب، لكن انتظار مريض للحظة اللي النصل ده هينغرز في لحم حد كان بيعتبره أمه. تسلل في الضلمة بهدوء وهي نايمة. الباب اتفتح ببطء، والصرير الخفيف اللي طلع منه كان عامل زي نذير موت. دخل بخطوات حذرة، قلبه بيخبط جوه صدره كطبور حرب، والسكينة في إيده بتلمع زي برق ملعون. قدامه على السرير كانت ماتيلدا نايمة بوش هادي وملاك بريء، الست اللي حضنته، اللي أطعمته وهو جعان، واللي عاشت معاه كأنه ابنها. ما كانتش تعرف إن ابن الشيطان اللي ربته في بيتها واقف دلوقتي على راسها شايل سلاح نهايتها.
بس قبل ما ينفذ خطته عينيها اتفتحت فجأة، كأن روحها حست بالكارثة. لمحت إبراهيم واقف فوقها والسكينة في إيده. إبراهيم يا ابني، انت بتعمل ايه؟ الكلام خرج مرتجف لكن مكملش. لحظة رعب صافية عدت في عينيها، ومع صرخة مدوية مزقت سكون الليل النصل اخترق صدرها. في ثانية البيت اللي كان مليان دفء وحب اتحول لمسرح جريمة، الدم فيه هو البطل والشيطان هو المخرج. بعد ما ارتكب جريمته الأولى، وقف إبراهيم فوق جثة الست اللي احتضنته وبيرتعش من هول اللي عمله. الدم حواليه زي النهر، وريحة الموت المحدنية مالية أوضة النوم. لأول مرة في حياته شاف الموت بعينه، وشافه قدام عينيه شمعة حياة بتنطفي في وش حد كان بيحبه. لكن الصوت اللي استحكم جواه ما سابوش فرصة للندم. همسله: تمام، اجمع الدم في الكوباية زي ما قلتلك، بس خليك حذر، صرخاتها اتسمعت وممكن حد يجي يشوف في ايه. فكر إبراهيم بسرعة إن مرسيل ممكن يرجع في أي لحظة، وإن لو شاف المشهد ده هيموته بلا رحمة. مرسيل أقوى جسديا وهيفنشه في لحظة. راح يقول لنفسه بصوت مكسور: لازم أخلص عليه، لو شافني هينهيني. ما تأخرش. جمع دم ماتيلدا في كوباية كانت على الترابيزة كأنه بيعمل طقس شيطاني. خباها بسرعة واختبى ورا الباب زي المفترس، مستني مرسيل يرجع زي واحد واقف على فريسته. ما استناش إبراهيم كتير لحد ما سمع صوت المفتاح وهو بيلف في القفل، وخطوات مرسيل الراجعة من شغل طويل متعب. كان مرسيل طول الطريق بيفكر في أمه اللي مستنياه بالعشاء السخن، وفي إبراهيم اللي هيقعد معاه يحكوا لبعض عن يومهم. دخل مرسيل البيت بخطوات هادية ونادى: يما أنا جيت. بس ما جاش أي رد. قلق غريب دق قلبه فجأة، فسرع خطوته على أوضة أمه، وهناك شاف الكابوس اللي هيفضل مطبوع في قلبه للأبد. أمه مرمية في بحر دم وعينيها مفتوحة على خوف ما يقفلوش. صرخ من قلبه: يما يما! جري عليها، شالها في حضنه وحاول يرجع لها الروح بدموعه وصوته المكسور. دموعه نازلة وبتختلط بدمها، وقلبه بيتقطع وهو شايفها كده. وفي اللحظة دي وسط الحزن اللي مال الدنيا، ما خدش باله ان إبراهيم واقف وراه ماسك السكينة اللي لسه ملوثة بدم أمه، وبغدر غرزها في ظهره. وقع مرسيل جنب أمه، الدم نازل من جرحه، وبص لإبراهيم بنظرة وجع واستنكار: ليه يا إبراهيم؟ أنا أخوك، أنا كنت بحبك، ليه؟ لكن إبراهيم اللي كان خلاص الشيطان مستحوذ عليه خلص عليه بطعنات تانية لحد ما سكت للأبد. بعد ما إبراهيم عمل الجريمة البشعة دي، لقى نفسه واقف في نص بحر من الدم، حوالينه جثتين لناس حبوه أكتر من نفسهم. المنظر كان مرعب فوق الوصف، الدم مغطي الأرض والحيطان، ريحة الموت مالية المكان، وسكون يخوف مسيطر على البيت اللي من شوية كان مليان حب وحياة. لأول مرة من ساعة ما دخل طريق الشر حس إبراهيم بخوف حقيقي. الموضوع ما بقاش طلاسم ولا كنوز وهمية، دي جريمة قتل بشع، ولو اتكشف حبل المشنقة مستنيه. وقف بيرتعش ويسأل نفسه: أعمل إيه دلوقتي؟ اخفي الجثتين إزاي؟ أتخلص من الكابوس ده إزاي؟ هنا الشيطان وسوس له بصوت مسموم: قطعهم حتت صغيرة عشان محدش يعرفهم، وارميهم بعيد عن هنا. ومع أبشع مشهد ممكن يتخيله عقل، مسك إبراهيم سكينة المطبخ وابتدى يقطع الجثث زي جزار مجنون، وهو بيعيط بيرتعش، بس موقفش. قطع رؤوس،
دراعات، رجلين، لحد ما الجثتين بقوا حتت صغيرة متناثرة قدامه. ولما خلص ما اكتفاش، راح شوه وشوشهم بطريقة بشعة عشان حتى لو اتلاقوا محدش يعرفهم. الشر كان خلاص واكل قلبه ودمره. وبعد المذبحة لقى نفسه في ورطة جديدة. أخلص من الحتت دي كلها ازاي من غير ما حد ياخد باله؟ فجأة جات له فكرة شيطانية. أكياس الدقيق لو حطيت القطع فيها محدش هيشك لو شافني شايلهم. نزل في نص الليل، راح على فرن قريب، جاب شوية شكاير دقيق فاضية ورجع البيت. ابتدى يحط الأشلاء جوه الشكاير، كيس ورا كيس، لحد ما جمع كل حاجة. ايديه كانت مليانة جروح من مقاومة مارسيل، الدم بينزل منه، بس ما كانش فارق معاه. كل اللي كان بيدور في دماغه أخفي الأثر، أخفي الجريمة. وبعد المذبحة أخد الأكياس واحدة واحدة، وكل مرة يرميهم في مكان بعيد مختلف، في أرض مهجورة أو مطرح نائي. طول الليل وهو رايح جاي شايل أكياس الموت، يوزع الرعب في الأرض زي شيطان بيمشي وينشر الخراب. وبعد ما خلص من الجثث رجع إبراهيم للبيت اللي مليان دم، وعارف إن لسه قدامه شغل كبير ينظف أثر الجريمة من كل حتة. لكنه كان مرهق للآخر، مصدوم ومش قادر يفكر صح. في لحظة يأس وجنون قرر يروح لأخته وجوزها، فاكر إنهم ممكن يساعدوه يخفي اللي حصل. تفكيره كان متلخبط، مين في الدنيا يحمي حد عمل جريمة زي دي؟ لكنه مش لاقي بديل. راح لبيتهم في نص الليل ودق عليهم. لما أخته فتحت شافت في عينيه منظر ما شافتوش قبل كده، وشه شاحب بيرتعش وهدومه عليها لطخات دم. إبراهيم، إيه اللي حصل؟ ليه جيت في الوقت ده؟ سألته وهي خايفة. ما قدرش يستحمل، انهار واعترف. حكالهم كل حاجة، السحرة، الطلاسم، الكلام اللي الملك الشيطاني قاله، وإنه قتل ماكيلدا ومارسيل وقطعهم وحطهم في شكاير ورماهم. الأخت وجوزها اتصدموا لدرجة ما عرفوش يردوا. الصدمة والرفض كانوا واضحين في بالهم. إبراهيم الهادي الخجول ومش مصدقين إنه بقى كده. إبراهيم توسل وطلب منهم: أرجوكم ساعدوني أنظف البيت وأخفي الأثر، انتوا آخر شي فاضل نية في الدنيا دي. ودموعه بتنزل من عينيه، بس جوز أخته انفجر عليه بغضب: انت عملت ايه؟ تقتل 2 وبعدين تيجي تطلب مننا نغطي عنك؟ لو ما كنتش أخو مراتي كنت سلمتك للبوليس دلوقتي. وكمل بصوت فيه اشمئزاز: اطلع من البيت فورا وما ترجعش هنا تاني، ولو سمعت انك مش راضي تسلم نفسك انا هبلغ عنك. طرد إبراهيم من بيت أهله، وكانت الضربة دي ختمة الخيبات في حياته. حتى قرايبه اللي المفروض يقفوا جنبه رفضوه وما لقاش حد يقف معاه. تاني يوم اللي كان موافق 2 ديسمبر سنة 1979، شوية عيال راحوا يلعبوا في منطقة بعيدة شوية، نفس المنطقة اللي إبراهيم رمى فيها الشكاير الملعونة. كانوا بيجروا ويضحكوا من غير ما يعرفوا إن في لحظة واحدة حياتهم كلها هتتقلب. واحد من العيال وهو بيجري ورا الكورة لمح كيس مرمي ورا شجرة، شدوا الفضول وراح له، لقى عليه بقعة حمرا غريبة. مد إيده وفتح الكيس من غير ما يفكر. اللحظة دي صرخ صرخة جابت آخر الدنيا: جثة! جثة! جري ناحية أصحابه ووشه أبيض زي الورق وعينه مليانة خوف. بس زي ما الفضول جاب الكارثة للأول، فضول باقي العيال خلاهم يفتحوا باقي الشكاير، وهناك اكتشفوا أجزاء متقطعة ومشوهة الجثث. الخبر انتشر في المنطقة بسرعة النار في الهشيم. الأهالي اتلموا حوالين المكان وكلهم مصدومين ومنزعجين، محدش فيهم شاف حاجة زي دي قبل كده. الشرطة وصلت بسرعة، ولما شافت المنظر فهمت إنهم قدام جريمة مرعبة من أبشع الجرائم اللي شافتها لبنان. بدأوا التحريات، بس من أول لحظة كان في تحدي ضخم. الوشوش متشوهة لدرجة إن التعرف على الضحايا شبه مستحيل. مع كده
الطب الشرعي عرف إن الضحايا راجل وست. الخطوة اللي بعد كده إنهم يدوروا على أي دليل يوصل للجاني. هنا طلع دور الشكاير، كان مطبوع عليها اسم الفرن. الشرطة راحت للفرن وسألت صاحبه، قال لهم إنه فاكر واحد اشترى منه شكاير فاضية من غير ما يجيب أي عيش أو منتجات تانية، ودي حاجة كانت غريبة وقتها، بس وصفه كان عام. شاب في العشرينات، طوله متوسط، شكله قلقان. الصحف اللبنانية كلها مسكت الخبر ونشرته، والشرطة طلبت من الناس يبلغوا عن أي حاجة ممكن تساعد في حل اللغز. وساعتها جت المعلومة الذهبية من جار واحد في المنطقة. بعد أيام قليلة دخل واحد من الجيران قسم الشرطة وقال للضباط: أنا عندي معلومة ممكن تساعدكم. ساكن جنبي شاب مسيحي اسمه مارسيل مع أمه ماتيلدا، وكان عايش معاهم شاب مسلم اسمه إبراهيم. وبصوت قلق كمل: بقالي كذا يوم ما بشوفش مارسيل ولا أمه، مع إني متعود أشوفهم كل يوم. البيت منور والدنيا شكلها طبيعية، يعني إبراهيم لسه موجود، بس اختفائهم فجأة ومع توقيت الجريمة اللي اتكشفت خلاني أشك في الموضوع. الكلام ده كان الشرارة اللي خلت الشرطة تبدأ التحقيق بجد. راحوا على طول للبيت اللي اتقال عليه، وهناك لقوا إبراهيم عايش لوحده بيحاول يمثل إنه طبيعي، مع إن قلبه بيتاكل من الرعب. الصبح في يوم برد قارس خبطوا على بابه. فتح إبراهيم وحاول يخفي ارتباكه بابتسامة مصطنعة، بس عينيه كانوا فاتحين خوفه. الضابط قال له بهدوء حازم: صباح الخير يا إبراهيم، إحنا من الشرطة، عايزين نسألك شوية أسئلة. أهلا وسهلا، اتفضلوا، رد إبراهيم وصوته بيرتعش رغم محاولته يبان عادي. الضابط سأله وهو بيراقب كل تعبير في وشه: مارسيل وأمه ماتيلدا فين؟ الجيران بيقولوا إنهم ما شافوهمش بقاليهم أيام. ساعتها إبراهيم بدأ يرغي بالكذب: أصلهم سافروا عند قرايبهم في الجبل كده أجازة صغيرة، قالوا لي هيغيبوا أسبوع، بس شكلهم طولوا هناك. بس الضابط المخضرم لاحظ حاجة غريبة. من أول ما بدأ الكلام إبراهيم مش مطلع إيديه من جيوب الجاكيت. الضابط بصله بحدة وقال له: إيه يا إبراهيم؟ مستخبي ليه؟ طلع إيدك من جيبك. مفيش حاجة، أنا بس بردان، رد إبراهيم مرتبك. الضابط رفع صوته: قلت لك طلع إيدك دلوقتي. مضطر إبراهيم طلع إيديه، وهنا الضباط شافوا الجروح الغويطة اللي في كفه الاتنين، جروح باينة إنها لسه جديدة وكأنها من خناقة عنيفة. الضابط قرب منه وسأله وهو بيمسك بإيده: إيه اللي عمل فيك كده؟ أنا وقعت من على السلم وأنا بصلح حاجة في البيت، رد إبراهيم وهو عرقه سايح من وشه رغم البرد القارس. الضباط قرروا ياخدوا إبراهيم المشرحة عشان يعرضوا عليه الجثث، يمكن يقدر يتعرف عليهم لو كانوا فعلا ناس يعرفهم. الرحلة للمشرحة كانت جحيم بالنسبة له، قاعد يحاول يمسك أعصابه، بس الخوف كان بياكل فيه من جوه. هو عارف إن اللي هيشوفهم دول هم نفسهم اللي قتلهم بإيديه في ليلة سودة ما تتنسيش. أول ما كشفوا عن الجثة الأولى إبراهيم انهار، رغم إنه هو بنفسه شوه وش مارسيل بطريقة بشعة، بس عرفه من أول نظرة. قعد يعيط زي العيل بيترعش كأنه مسه نار. صرخ وقال بصوت متهدج: ده مارسيل، ده صاحبي الغالي، مين الوحش اللي عمل فيه كده؟ مين المجرم اللي قتل أخويا؟ مثل دور الحزين بإتقان، يلطم وشه ويعيط قدام الضباط. بس الضابط لاحظ حاجة غريبة، بصله باستغراب وقال له: إزاي عرفت إنه مارسيل بسرعة كده؟ مع إن وشه مشوه لدرجة إن حتى أهله ممكن ما يعرفوش بسهولة. الكلمة دي كانت زي سهم. الشكوك حوالين إبراهيم بقت أكبر وأكبر. قرروا يقبضوا عليه ويتحققوا معاه زيادة. في القسم
التحقيق ابتدى بجد. الضباط عارفين إنه بيكذب، بس كانوا محتاجين دليل يقطع الشك باليقين. واحد من المحققين عمل حركة ذكية، اداله حبل وقال له: وريني كده ازاي بتربط الحبل، اعتبرها تجربة نفسية بسيطة. إبراهيم أخذ الحبل وربطه بعفوية من غير ما يعرف إن الحركة دي هتفضحه. المحققين بعد كده قارنوا عقد الحبل اللي عملها بعقد الأكياس اللي تلاقى فيها أجزاء الجثث، وكانت متطابقة تماماً. الدليل القاطع بقى قدامهم، لكن إبراهيم فضل ينكر ويألف قصص جديدة يحاول يهرب بيها من حبل المشنقة. لما الضغط على إبراهيم زاد، ابتدى يختلق حكايات معقدة أكتر وأكتر. مرة يقول إن ميليشيات مسلحة هجموا على البيت وقتلوا مارسيل وأمه قدام عينه، وهددوه إنه هيموت لو اتكلم. قالوا هو بيعيط ودموعه نازلة. كان في راجل اسمه أبو جلال قائد ميليشيا دخل مع شوية مسلحين وقتلوا مارسيل وأمه قدامي، وبعدين قالوا لي لو نطقت هتكون نهايتي. بس المحققين ما اقتنعوش بكلامه. سألوه عن أوصاف أبو جلال أو تفاصيل عنه، معرفش يرد بحاجة مقنعة. فكر يغير الحكاية وقال: أنا عندي إصابة في ظهري، ما أقدرش أشيل تقيل، إزاي أكون أنا اللي شايل الأكياس المليانة دي؟ جابوا له كشف طبي. الفحص وضح إنه عنده إصابة بسيطة، بس ما تمنعوش إنه يشيل أو يعمل شغل عادي. لما الكذب بتاعه كله فشل، المحققين قرروا يحققوا مع أخته وجوزها. في الأول حاولوا يغطوا عليه، بس لما خوفوهم إنهم ممكن يتهموهم بالتستر على مجرم، انهاروا وقالوا الحقيقة. أخته كانت بتعيط وقالت: هو جالنا نص الليل، كان مبلول بالدم وبيترعش من الخوف، واعترف إنه قتل مارسيل وأمه، وطلب مننا نساعده نخبي الجريمة، بس إحنا رفضنا وطردناه من البيت. الشهادة دي كانت آخر مسمار في نعش إبراهيم. ما بقاش عنده مهرب، كل الطرق اتقفلت قدامه، وما بقاش قدامه غير إنه يعترف بجريمته. لما واجهه إبراهيم بشهادة أخته وجوزها، انهار خلاص واعترف بكل حاجة. بس اعترافه كان أبشع من أي حاجة حد ممكن يتخيلها. ابتدى يحكي عن الساحرة الملعونة اللي دخلته عالم السحر والشعوذة، وعن الطلاسم والتحضير، وعن ملك شيطاني طلب منه قربان بشري مقابل الكنز اللي كان بيحلم بيه. حكى ازاي قتل ماتيلدا الأول وبعدها مارسيل لما رجع من الشغل، وازاي قطع جثثهم وتخلص منهم. الاعتراف كان صادم لدرجة انه هز المحققين نفسهم. رغم انهم شافوا جرائم بشعة قبل كده في حياتهم المهنية، إلا انهم ما واجهوش رعب بالشكل ده. قال إبراهيم وهو بيحاول يرمي التهمة على قوة تانية: ملك الجن هو اللي أمرني، أنا ما كنتش عايز أقتلهم، بس هو قال مش هيديني الكنز من غير قربان بشري. أنا مش مسؤول عن اللي حصل، الشياطين هي اللي تتحكم فيا. ولما بدأت المحكمة لقت نفسها قدام معضلة كبيرة. هل إبراهيم مسؤول عن أفعاله؟ ولا فعلا كان تحت سيطرة الجن والسحر ومش مدرك هو بيعمل إيه؟ محامي الدفاع حاولوا يثبتوا إنه كان في حالة جنون مؤقت بسبب تأثير السحر والشعوذة عليه، وقالوا إنه كان مقتنع فعلا إن ملك من ملوك الجن بيأمره بالقتل، وإنه ما كانش في وعيه الطبيعي. في المقابل، النيابة العامة أصرت إن إبراهيم كان عارف كويس هو بيعمل إيه، وإن كل الكلام عن السحر والجن مجرد محاولة للهروب من العقاب. وعشان يحسموا الجدل، المحكمة كلفت لجنتين طبيتين يكشفوا عليه. النتيجة كانت متناقضة. لجنة قالت إنه كان بكامل قواه العقلية وقت الجريمة، والتانية قالت إنه إيمانه المفرط بالسحر أثر على قدرته يفرق بين الصح والغلط. وفي واقعة غريبة ومثيرة حصلت، السجن اللي كان محبوس فيه إبراهيم اتهاجم من مجموعة مسلحة وقت الاضطرابات اللي كانت مولعة في لبنان ساعتها. المهاجمين قدروا يحرروا كل المساجين ومن ضمنهم إبراهيم، لكن اللي صدم الكل إن إبراهيم رفض يهرب. قال للمسلحين: أنا بريء وهثبت براءتي قدام المحكمة، الهروب هيخليني أبان مجرم وأنا مش كده. ورجع بنفسه للسجن وسلم نفسه للسلطات. التصرف ده ناس شافته دليل على براءته،
وناس تانية شافته لعبة ذكية عشان يكسب تعاطف الرأي العام. بعد كشف طب جديد، المحكمة قررت إن إبراهيم كان بكامل قواه العقلية وقت الجريمة، وإن كل كلامه عن الجن والسحر ما يبررش اللي عمله. صدر الحكم بإعدامه، حكم عمل ضجة كبيرة في المجتمع اللبناني. في ناس شافوا إن اللي عمله ما يستحقش غير أقصى عقوبة، وفي ناس اعترضوا وقالوا يمكن يكون مريض نفسي وضحية للسحر والشعوذة. وفي يوم تنفيذ الحكم جابوه لساحة الإعدام وهو بيصرخ من قلبه: أنا بريء، والله بريء، ملك الجن هو اللي أمرني، أنا ماليش ذنب. كان مشهد مؤثر ومرعب في نفس الوقت. شاب لسه في عز عمره، كان في يوم من الأيام طالب مجتهد وصديق وفي، دلوقتي واقف بيواجه الموت وهو بيصرخ ببراءته لآخر نفس. اتجمع مئات الناس يتفرجوا، في ناس جاية عشان تتأكد إن العدالة اتنفذت، وناس جاية متعاطفة مقتنعين إنه ضحية قوى خفية ملهاش تفسير. ولما وقعت الشفرة أو اتشد الحبل، خلصت حياة إبراهيم طراف للأبد. بس حكايته فضلت تعيش في العقول كواحدة من أبشع وأغرب الجرائم في تاريخ لبنان. لحد النهاردة لسه الجدل داير حوالين قضية إبراهيم طراف. في ناس مقتنعين ببراءته وبيستندوا الرفض الهروب من السجن وقت ما اتفتحت له الفرصة، ولسه مصر على براءته لآخر اللحظة. الناس دي بتقول إن إبراهيم كان ضحية قوة شريرة حقيقية، أو على الأقل ضحية اضطراب نفسي خلاه يصدق إنه تحت سيطرة قوة خارقة. وبيأكدوا إن أي مجرم حقيقي كان استغل الفرصة وهرب، مش يرجع بنفسه طوعية للسجن. ومن الناحية التانية، في ناس شايفينه مذنب 100%، مستندين للأدلة القوية ضده واعترافه التفصيلي بالجريمة والطريقة البشعة اللي قتل ومثل بيها الضحايا. بيقولوا إن رفضه للهروب ما كانش غير حركة ذكية عشان يزرع الشك في قلوب الناس. قصة إبراهيم طراف لحد دلوقتي بتعتبر من أبشع وأغرب القضايا الجنائية في تاريخ لبنان، مش بس لبشاعة الجريمة نفسها، لكن كمان للغموض اللي حوالين دوافعه الحقيقية، سواء كان ضحية قوة شريرة فعلا أو مجرد قاتل بارد استغل الخرافات الشعبية عشان يتهرب من العقاب. القصة دي بتدي درس خطير عن مخاطر الانغماس في عالم السحر والشعوذة، وإزاي الجهل والخرافة ممكن يمسحوا الإنسان ويحولوا له وحش. وبتعلمنا كمان إن الطمع والجشع الأعمى ممكن يجروا الإنسان لآخر طريق الجحيم، حتى لو البداية كانت حلم بسيط بحياة أفضل. وفي الآخر الحقيقة الكاملة اتدفنت مع إبراهيم طراف في قبره، بس صدى جريمته المروعة لسه بيرن في العقول كتحذير مخيف من اللي ممكن يحصل لما الإنسان يتنازل عن إنسانيته ويسيب الظلام يسيطر على روحه. دي كانت حكاية إبراهيم طراف، الراجل اللي كان بيدور على الكنز لكنه لقى الجحيم، واللي حلم بالثراء لكنه حصد الموت، واللي فاكر إنه بيساوم الجن لكنه في الحقيقة كان بيساوم الشيطان اللي جواه. أصدقائي في قناة أغوار الرعب، لو حسيتوا ببرودة غريبة ورا ظهركم كأن أنفاس الجن بتهمس وراكم، ما تنسوش تدعمونا بزر الإعجاب وتشتركوا في القناة عشان توصلكم باقي الحكايات اللي جاية. واكتبوا لينا في التعليقات، هل إبراهيم كان فعلا ضحية بريئة لقوة شريرة ولا قاتل سفاح يستحق نهايته المروعة؟ نشوفكم في الفيديو الجاي في رحلة جديدة لجوف الظلام واللي فيها الرعب مستنيكم في كل زاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.